بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتكلم النهاردة عن صفقات النادي الأهلي اللي تمت واللي لسه هتتم واللي النادي بيفكر إنه يتعاقد معاها. قبل ما نكمل الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. أول الصفقات اللي تمت للنادي الأهلي هو خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة لمدة إعارة لمدة 6 شهور مع إعارة زياد طارق وحسام حسن. تاني الصفقات اللي تمت محمد الضوي كريستو لاعب جناح النجم الساحلي لمدة 4 سنين ونص. دول اللي خلصوا بشكل رسمي والنادي أعلن عنهم على صفحته الرسمية وتم التوقيع معاهم وتم التصوير في استاد مختار التتش. في صفقات تانية النادي بيفكر يتعاقد معاها مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، وإن شاء الله هتخلص قريب بإذن الله، ممكن على الأسبوع ده أو آخر الأسبوع ده بإذن الله هيتم التعاقد والإعلان عن التعاقد مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري. بعد فشل صفقة الغاني عبد العزيز يعقوبه لاعب ريو أبي البرتغالي اللي إن شاء الله مجهز بديل ليه، وإن شاء الله يتم التعاقد معاه مع مهاجم أجنبي قوي. ما يقلش عن عبد العزيز يعقوبه لاعب ريو أبي البرتغالي اللي تم فسخ وما تمش التعاقد معاه بسبب إن الأهلي كان عايزه إعارة 6 شهور، والنادي بتاعه غالى في طلباته، قال $1.5 مليون لمدة 6 شهور. طبعا الأهلي خاف من إصابته، عنده إصابة في الركبة، فالأهلي خاف يتعاقد معاه فقال إعارة 6 شهور. النادي غلى في طلباته فالأهلي رفض وشكر على الفترة اللي قضاها وعلى الاختبارات الطبية اللي قضاها في النادي الأهلي. في لاعيبة تاني النادي الأهلي بيفكر في التعاقد معاها زي عمر كمال عبد الواحد، ولكن فيوتشر بيغلي في طلباته، عايز 30 مليون وإعارة محمد محمود وإعارة رأفت خليل ومد إعارة كريم نيدفيد سنة كمان. طبعا مبالغة جدا من إدارة فيوتشر وتعنت دائم مع النادي الأهلي بشكل خاص. في لاعب تاني النادي الأهلي بيفكر في التعاقد معاه زي محمود حمادة لاعب فاركو، في كلام على محمود حمادة لاعب وسط فاركو، ده لاعب دولي وشارك مع المنتخب واختاروا روي فيتوريا في التجمع الأخير وشارك مع المنتخب في الماتشات الودية الأخيرة. في برضه مصطفى زيكو لاعب وسط حرس الحدود، في كلام بيتقال ان ممكن يتم التعاقد معاه او الاهلي يفضل ممكن يتعاقد معاه اخر الموسم. والله اعلم، هنشوف الايام الاخيره، بس ان شاء الله على نهايه الاسبوع ده يتم التعاقد مع مهاجم افريقي بديل لعبد العزيز يعقوبه. ان شاء الله سيتم التعاقد والاعلان عن التعاقد مع مروان عطيه لاعب وسط الاتحاد السكندري، وهيتم التعاقد مع لاعب تحت السن باذن الله، لان كلنا عارفين ان الاهلي عنده بطولات قويه وبطولات تقيله، دوري وكاس وسوبر وابطال افريقيا وكاس العالم للانديه وما ادراك ما كاس العالم للانديه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.